من زكريا الوحيدي. زكريا يلعب بعد ذلك الصباري العرضي وبلال الخنوس. الصباري استلم هذه الكرة، عندك بلال الخنوس. الزلزولي ممتاز، هذه الزلزولي العرضية، الجول مبكر للمنتخب المغربي. نعم، أسامة العزوزي يفتتح باب التسجيل للمنتخب المغربي بعد مجهود رائع لبلال الخنوس وعبد الصمد. الزلزولي من الجهة اليسرى، الزلزولي ومن رفع الكرة هو من هيأ للعزوزي، يتمكن بعد ذلك من التسجيل. 1-0 في توقيت ممتاز بالنسبة للمنتخب المغربي. برافو العزوزي، أول مرة أساسي رسمي في تشكيلة عصام الشرعي. شوف المجهود الرائع لعبد الصمد. الزلزولي هيئ الكرة بهذا الشكل، يرفع رائعة رائعة رائعة، يرفع بشكل رائع. بعد ذلك أمير ريتشاردسون، هل لمسها أسامة العزوزي، لكن رائع ريتشاردسون. شوف ريتشاردسون بلمسة اللاعبين الكبار يضع في المرمى، ستكون مهمة جدا في الموسم القادم مع نادي برشلونة. الأمام السيرة عن طريق اللاعب الصباري، يتقدم هنا، محاولة المرور، اللمسة جميلة. عالمي 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 عالمي، ولكن فرحتك يا الصباري لم تكتمل في ظل وجود وضعية تسلل في اللقطة الماضية. كمية جميلة هذه اللمسات، كمية رائعة هذه الفنيات، كمية جميلة هذه الجملة التكتيكية الثنائية لعبت بسرعة، لكن في نهاية المطاف ليس هناك تسلل. ليس هناك تسلل في اللقطة الماضية، في اعتقادي ليس هناك تسلل في اللقطة الماضية. سنرى التأكيد من الحكم الجابوني باتريس ميبيامي، وسننتظر التأكيد كذلك من الفار. هذه الإعادة مرة أخرى. يا سلام على التناغم، يا سلام على الانسجام. تدخل ليتأكد من اللقطة الحكم في هذه اللحظات. نعم الحكم يقر بمشروعية الهدف. قادم السنوات الكرة الأمامية تصل ناحية اللاعب الصباري. الصباري راوغ، الصباري حاول التقدم. الصباري صح أمام الكرات خاصة التي تكون قريبة من مرمى علاء بالعروش. الكرة أمامية مر للصباري، مراوغة ممتازة. يا سلام يا فنان، يا سلام يا فنان. هنا الصباري فاعتقد مستقبلا كرة في وسط الميدان، خاصة وأنه عندنا نقص في الجهة اليسرى. الكرة بينية ممتازة. الصباري العرضية وجول. كان قريب يانيس بقراوي امام المرمى، كان قريب من تسجيل الهدف الثالث. يا سلام على اللمسه منك يا الصباري. لم اكن مخطئا عندما قلت بان الصباري هو افضل لاعب في المباراه حتى الان. شوف كيف طلب يحول للاعب الوحيدي. الصباري مر، الصباري تقدم، مر الكره بعد ذلك 1-2. الصباري جول 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 جول. بلاي ستيشن يا ناس، تيكي تاكا هنا مغربية باللمسة الواحدة. يمتع، يتفنن صوت الأطلس والكل يتفاعل مع هذا الهدف الرائع. هدف على طريقة الكبار، هدف فيه الكثير من الإبداع، هدف فيه الكثير من الفنيات، هدف فيه الكثير من الدروس يا أسود. 3-0. أنا قلت لكم بأن المنتخب المغربي سيسجل أهداف أخرى، وبالطريقة نعم. هكذا الذكاء، هكذا التحرك من الصباري. مايسترو يا الصباري يوزع الهدايا والبقراوي في الموعد. هكذا لعبت، من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية، ومن هنا انطلق الصباري ومرر الكرة لبقراوي. هكذا الصباري، شوف الانطلاقة وشوف مسؤولي PSV ايندهوفن في الدوري الهولندي. تلعب هذه الركنية ممتازة، تمريرة رائعة، محاولة المرور. وبعد الناشئين المقبل على كأس العالم في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله. هنا تسديدة، لكن في نهاية المطاف تصل لحارس لا شيء. كرة أمامية. الزلزولي يحصل بشكل ممتاز. الزلزولي يمر الزلزولي في عرضية، لكن أقرب إليه
يمشي لي بوا عرضية، حذر من التسديدة لا زالت صعبة. والهدف الأول للمنتخب الغاني يأتي لحظات قبل نهاية الجولة الأولى. فاطاو البقية أعتقد أدامس يكمل للشباك. إذا النتيجة تتغير. منتخب غانا لم يهدد كثيرا مرمى علاء بالعروش، لكن هذه ثاني فرصة يتمكن من خلالها من تسجيل الهدف. لكن تأخر زكريا، الكرة تجاوزت الخط. حكم يقول لا، الكرة داخل الميدان. هنا التسديد والهدف الثاني لفائدة المنتخب الغاني. تسديدة قوية صاروخية باليسرى هنا في أقصى الركن الأيسر لمرمى الحارس علاء بالعروش. شوف الثقة كيف رجعت للمنتخب الغاني، كيف رجعوا في المباراة وكيف قلصوا الفارق في مناسبتين. الآن أصبح الفارق هدف واحد. بصراحة هدف جميل جدا. اللاعبون الغانيون في الكرة العالية مرفوعة في القائمة الثانية الرأسية لا زالت صعبة مرة جانبية. الجهة اليسرى لعناصر المنتخب الغاني. أركو على لقبها، لقب الأول غابون، لقب الثاني نيجيريا. انطلاقة مغربية. السيباري يتقدم، السيباري يمر، ممكن الرابع، والرابع جول. الزلزولي تابعها، الزلزولي أكملها بعد الأولى من السيباري. الزلزولي في الوضعية المناسبة. نعم، جاءت اللحظة التي يظهر فيها الزلزولي، جاءت الدقيقة التي يسجل فيها الزلزولي. نعم، ثالث أو رابع الأهداف، والهدف الشخصي الثالث له في هذه البطولة. الزلزولي الذي كان حاسما في المباراة الأولى هو يظهر مرة أخرى. من هنا كانت الانطلاقة، ومن هنا سرعة السيباري ومرور السيباري ولمسة السيباري في طريقه للمرمى قبل أن يكمل بعد ذلك الزلزولي. التموضع صح، والتوقع صح، والانطلاقة صح من طرف اللاعب الزلزولي. بعد ذلك يا سلام يا الزلزولي. توقع الزلزولي لذلك يركض الزلزولي على القائمة الأول ويتابع هذه الكرة بعد الأولى من السيباري. الزلزولي في الشباك، والهدف الرابع في البدايات لهذه الجولة الثانية. نواما هو من سيسدد هذه الكرة. نواما يتقدم، نواما ممتاز يا علاء، ممتاز هذا التصدي على يا بالعروش. ابرز مشاهدنا لحارسي المرمى علاء في هذا التصدي الرائع. شوف لحظات الان يضغط فيها عناصر المنتخب الغاني. الزلزولي هرب، الزلزولي انطلق، مرر الكرة بعد ذلك، والخامس ممكن الخامس. الخامس نعم، يانيس بقراوي وجه لوجه مع الحارس دونالد. لم يفوت هذه الفرصة، واضعا الكرة في الشباك. كما ترى يا الزلزولي، أنت من صنعت الهدف، أنت من هيأت الطريق لياسين بقراوي الذي انفرد بحارس المرمى. مباراة كذلك عبد الصمد. الزلزولي صنع هدفين وسجل هدف إلى جانب السيباري، واحد من نجوم المباراة. يانيس بقراوي يعود ليسجل مرة أخرى، يعود ليزور الشباك مرة أخرى. من هنا البداية، ومن هنا أصل الرواية، ومن هنا كانت الهربة والانطلاقة للزلزولي. عبر الزلزولي، مرر ليانيس بقراوي. يانيس شوف هنا التمريرة. الزلزولي خلى يانيس وجه لوجه مع حارس اليسرى. دائما لعناصر المنتخب الغاني. انسلال محاولة المرور، والكرة تخرج. كرة في المنتصف، محاولة المرور ممتاز. هذا اللاعب ناموا خطيرة، لا زالت صعبة، والحكم هنا يأمر من مواصلة اللاعب تمشي على الطرف الأيمن. زكريا الوحيدي تقابل منتخب النيجر. وصلت إلى الجهة اليسرى، نما والعرضية لمنطقة الجزاء. مرفوع الكرة على بالعروش. هم اللي يركضوا خلف الكرة أكثر. هنا العرضية لكن طالت دون خطورة. على ينطلق الوزاني والبحث عن الهدف السادس. لا زالت مغربية. صلاح، إبراهيم صلاح يمرر السادس، ممكن السادس. منتصف الميدان، محاولة الانطلاق البينية وتسديده على بلاني.
هنا لابراهيم البينيه على بلعروش على لحظة الخروج من بلعروش. الكرة طالت بعد ذلك إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مجددة. الكرة البينية لا خطأ، تتحول لهجمة غنية. 4 ضد 3. تمريرة مرة جانبية لحسن الحظ، مرة جانبية. ايسر أين هو زكريا الوحيدي نعم يراقب أموره على برافو. مهم جدا أن نشاهد مثل هذه التصديات مثل هذه تعطيه ثقة أكبر. الأيمن هذه ممكن لا زالت يا إبراهيم وخطيرة.